بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة بالتناوب مع فقرات الاستوديو. نحن معكم في الميدان، واليوم في أمان الله مشاهدينا الكرام متوجهين إلى إحدى محافظات الجمهورية، ومعي الوالدة الكريمة التي جاءت من محافظة إب وتحديدا من بعدان. ما هو الذي خلاني أرتبط بهذه الأم مشاهدينا الكرام؟ هي حلقة الأسبوع الماضي عندما سجلت مع هذه الأم لقاء قصيرا في الاستوديو. بعد هذا اللقاء مشاهدينا الكرام استجدت بعض الأمور، تواصلوا بناس من محافظة عمران قالوا يا أخ محمد، هذه الصورة التي ظهرت في البرنامج وهذه الأمة اللي تحدثت عن هذا الغائب بواحد عندنا شبيه له تماما. نحن متجهين الآن على بركة الله وعلى باب الله، وأتمنى بأن يكون الخبر سعيدا وجميلا وطيبا لهذه الأسرة. أمك كيف حالك؟ الحمد لله، الله يدي لك العافية. حدثينا يا أمي عن رضوان. والله رضوان جلس هو مرة سنتين كان بينه وياها مشاكل. أنا أخذ بجلس سنتين وقال خلاص المرأة يعني ربحها جزء بدي البطاقة وجزء. المهم ضاق ضايق من وين تولى قال اليوم ما يصير التهريب إن شاء الله، واتصلش مثل اليوم ما اتصل ولا شيء من ذيك الأيام. ومرة تنافس وتزوجها، الحين هي قد ماتت. الحين إن شاء الله والله ما تقعد عند رحمة الله. والله الدعوة ما تصير لك دعوة المظلوم لو كان ظالم. والحين إن شاء الله يظهر إن شاء الله. إن شاء الله الله يسهل إن شاء الله. كم مدة الغياب يا عمه؟ 14 سنة. أيوه. مشاهدينا الكرام، ظلت هذه الأم تبحث وتدور وتسأل وتهتم بابنها عبر كل الطرق وعبر كل الوسائل المختلفة. فبحثت في إب ما لقيتش، بحثت في صنعاء ما لقيتش، بعدين دلها ايوه اديتي صورة عندي وعملنا ما فيش خبر ولا شيء. وبعدها خلص البقاء علينا أزمة مشاكل باليمن، ما دخلتش ما سألت ولا شيء. ايوه ما دخلتش يعني هذا البرنامج مع المشاكل حق اليمن والحروب والقلب. طيب يا عمه، بحثتوا على دورتوا في كل مكان ما خليتوا ولا مكان؟ ايوه ولا خليته بقعة، دواني ادور واتصل وصلنا الصور لامريكا للسعوديه لكل بقعة ولا طلع منه شيء. الحين ان شاء الله بفضل الله وفضل محمد المحمدي يدوره لنا، الله يدي له العافيه ويسعده ويدي لها الخير والبركه، هو ذي جنبه والمخرجين والمصورين الله يجزيهم خير والف خير ان شاء الله. طيب يا امي، تذكري رضوان عندما كان عندك كان لطيف جميل حالي الله يدي له العافيه واحسن واحد بالدراسه. غياب طويل مشاهدينا الكرام، 14 عاما يعني بالتمام والكمال غاب الأخ رضوان. ما أدري ما هي دوافع غيابه، ما هي المشاكل التي حصلت له، لكن نسأل الله أن يكون خير. فنحن اليوم متجهين إلى محافظة عمران. آخر مرة عمه ما قال لك؟ قال لي أما هاتي لي البطاقة، قلت له إيش؟ قال اديها علي من هذا المرأة أما مت ولا ماتت ادي لي وأنا اتصلش دائما مثل اليوم. كم معك بنات يا أبو؟ 4 واحدة معوقة تخلفت. 3 عيال. من ضمنهم رضوان هذا اللي غاب. ايوه هذا الكبير هو البكر هذا. وهؤلاء مشاهدينا الكرام اخوة رضوان، هؤلاء الموجودين خلفي مباشرة. اليوم قد جمعنا الاسره كلهم، لكن انا متاكد انه هذا الشخص اللي في عمران مشيش اقول للام ولا شيء زعلها ولا شيء كذا، لانه هذا الشخص اللي في عمران صحيح في شبه لكن ما هو شبه يعني، لكن احنا نخرج على الله نحاول ونجرب ونضرب بسيف القبول لما وصل. فأرجو أن تتابعوا مشاهدينا الكرام هذه الحلقة وما سيجري فيها من حوار. وأعود بحضراتكم لأذكر بأن هذه الأم كانت معي في الاستوديو الماضي، في الأسبوع الماضي في الاستوديو. سأعيد لكم ولو دقيقتين أو دقيقة ونصف من الحوار تبعها في الاستوديو، وهي تناشد رضوان الحيدري الغائب منذ 14 عاما. تابعوا. والله يا رضوان لن كان موجودة ذني مكة، أني عاطشة عليك يا رضوان، اشتيني أشوفك بأي وقت وأني بدعى لك يا نظر عيوني. اتصلني لن كان مرتاح، اتصلني حتى اتصل، وإنك مريض ولا شيء ارجع عندي وأني أعالجك وأني أزوجك يا نظر عيني يا رضوان. وإنك مرتاح اتصلتني، وإنك مريض ارجع وأني أعالجك وأني أزوجك يا نظر عيني، أني عاطشة عليك يا رضوان. معلش يا أم سهل، 14 سنة خيرات يا أم. معلش يا أم، معلش. ما يا ابني
أنا داخل البيت وفلتنا وجزات. احنا خاورين لك أن خواتك أبوك مات وأنت فلت وجزات. الله يدي لك العافية يا رضوان، لك على قيد الحياة تصل حتى اتصال. ودي اعرف هذا الصورة، اسألي بالله لا ما بلغنا، وهذا الرقم حقنا إذا هو يتصل علي. أسألكم بالله لما اتصلتم لي ورديتم لي هذا ذي يعرف عن هذا الصورة والرقم يتصل بحقنا الرقم. أمان وجالي الخبر مشاهدينا الكرام، يعني خبر أذهلني بصراحة عندما قال لي واحد من الإخوة المواطنين بأن الأخ رضوان واحد شبهه تماما. صور لي الصورة، لكن عندما عرضت الصورة على الأم قالت مشوه، فجن جنونها. قالت قد يكون هو ما بالله هو، المهم من هذا القبيل. فأصرت الله أن نخرج إلى عمران وجمعت الأسرة كلها هؤلاء الإخوة للأخ رضوان الغائب منذ 14 عاما. الأول اسمه من؟ حيدر. الثاني بشار. حياك الله حيدر وبشار. الله يحفظك. ذكرياتك مع رضوان ما هو اللي تذكره؟ والله رضوان كان بعد ما توفي أبي كان هو بالنسبة لي زي الأب. أيوة زي الأب. أيوة. كنا عاد احنا صغار، يعني أنا كنت أكبر يعني زي ما تقول أكبر أخواتي بعد هذا. بعد رضوان. بعد بشار هو بشار هو بعده. كنت أدرس هذا اليوم صف 9، ملامحه كل شيء ضحكاته وهذا كل شيء عادي في بالي. أنا لا متزوج. أنا قد مزوج معي 2 جهال، وحتى أخواتي اللي أصغر مني قد مزوجات. من أخوتكم ماتوا؟ وفي معنا 2 أخوات. أيوة. زايد الكفيف مرض وتوفى الله يرحمه، والثاني الصغير كان عندها ضمر في الدماغ تعب ومات. بس أعتذر لكم يا أخواني إذا لم يكن هذا الأخ موجود رضوان، إذا لم يكن هو يعني هذا اللي صوروه، فأنا آسف جدا أن خرجتكم. إلا يمكن إن شاء الله يطلع هو. الله احنا بنقول هذا على الله، أنتم معتقدين بالله سبحانه وتعالى. أيوة. وهذا المشوار يثمنها الله لنا إن شاء الله نحصل. أنا مشاهدينا الكرام على خلفي مباشرة هي مدينة عمران، مصنع عمران العتيق والعريق موجود خلفي تماما، وهذه المدينة، ونحن متجهين بحسب اتصال الإخوة المواطنين إلى منطقة اسمها الضبر، هي على بعد الجنات تقريبا في محافظة عمران. حنتوجه الآن مع الإخوة الذي هم موجودين معي. حاضر. المهم مشاهدينا الكرام ما يعرفوه عن رضوان تفاصيل بسيطة وقصيرة جدا. الغربة طويلة جدا، 15 عام كانت كفيلة بأن ينسى واحد همه ونفسه، لكن الله سبحانه وتعالى قد يسخر لهذه الأسرة بأنه القادم يكون أجمل بحوله وقوته. بس إذا ما طلع شو لا تلومونيش، أمك اللي أسرتنا بلا نخرج. أنت فعل جهدك والباقي على الله إن شاء الله. ما طلع شو قد احنا فعلنا جهدنا، دورنا عليه. أيوة دورنا عليه وبحثنا عليه، لأنها قد دورنا عليه من قبل. حتى ب 2007 بعد ما غاب جلسنا 2 سنين، تواصلوا معنا نسابق قالوا أين يجي مرته، وهذا قلنا له غايب ضايع. بعدين دورنا بالمستشفيات، بحثنا في الأقسام الشرطة، حتى السجون بالمحافظات عند أصحاب عند أصدقاء ما حصلنا. وفي ناس كانوا يقولون إن في واحد قال حصلوا بالسعودية، واحد قال حصلوا بالحديدة، بس ما فيش مصداقية عندهم. أيوة لا كذا يمكن يشبهوا، يمكن شافوني أنا يقولوا شافوا. عما سافر رضوان مشاهدينا الكرام ما كان قد ظهرش على الحياة هذا الابن ابن بشار. اسمك أنت ابني؟ ضياء بشار. ضياء ما شاء الله تبارك الله. كم عمرك الآن؟ 13 سنة. ما شاء الله. طول يعني تخيلوا قبل ما يغيب هذا المواطن بسنة، يعني الآن 13 وهذا غايب له 14 سنة. قولوا معي يا رب يسهل بأنه يكون هذا الأخ رضوان ونفسه بتفاصيله على بركة الله. تابعوا الحوار القادم. باقي 5 دقائق للوصول فقط، وأنا متفائل خير، وأنا متأكد أنه الصورة عما طابقتها مشي نفس المواصفات، إلا هل تغير مثلا بعد 14 عام تغيرت ملامحه. حتى الأم قالت لي في شبه عما كان في علامة ولا شيء في رجله ولا في ظهره ولا في. لا رضوان هذاك رضوان. يعني ما بش الا الصورة بس اللي كان معاكم. أيوة. الصورة هو أنا عرفته ابني هو. ناهي احنا كان معاكم صورة زي هذا الصورة يا عم، احنا عرفتوها ولا بعض الناس ما بش معاهم صور واضحة، وبالتالي ما حشد له ولا شيء. 50% انه يكون هو. هؤلاء المواطنين المحترمين مشاهدوا البرنامج مجرد ما
ايوه ده انا مريح لكم المطعم تماما. خلاص يلا نجي لك عند المطعم. يلا يلا. مشاهدينا الكرام، بعد انتظار طويل وصلنا الى سوق في عمران، سوق الظبر. مشاهدينا الكرام، الله خير يا رب، سهل ان شاء الله ويجمعنا بمن نحب. السلام عليكم. السلام عليكم. عاد احنا على الله. وين بيجلس؟ اين هو؟ حيا الله من جا. عليكم السلام. حيا الله من جا. الله يحفظكم، الله يبارك لكم، الله يسلمكم، الله يبارك لكم. حيا الله من جا. عليكم السلام. كيف انتم يا اخي؟ وين هو؟ وين هو؟ ها؟ كذا تصلي واحد. انا في محلي. ها عندكم هنا؟ ايوه انا لقيته الصباح ونازلين. وين هو؟ يا اخي رحله. هذا الحين مش موجود. تصلي واحد موجود. ما لقى الله. صلي واحد الحين. كنت نزلت ولا قاعد ادور ما لقيتش. هو عندي قذال 6 سنين. 6 سنوات عندي، ويقول لي ازور اهلي ازور ذا، واقول له سير ويرجع يسير ويرجع. يا اخي انا قلت لهم لا حد يحاجش. ناديت وانتم تتصلوا بعد ها ايوه. طبعا جئنا باتصال من ابو العز واتصال من الاخ عمر، قالوا لنا بان الاخ العزيز الذي اسمه رضوان الحيدري موجود في هذا المكان. ارسلوا لنا الصوره. الصوره دي عندك يا شيخ؟ هذا صورته. هذه الصوره للرضوان، عرضناها على الام. مشاهدينا الكرام، عرضناها على الام وطلعت الصوره نفس الصوره وبنفس التفاصيل. احنا كنا نقول لها انه 50% وهو متاكدين انه، بس قلنا نعمل لها شد شويه، وانما هو نفس الكلام. هذا رضوان الحيدري مده 14 عاما كان متواجد، 6 سنوات في هذه الصندقه موجود. فاشكرك يا اخ عمر، بارك الله فيك. شرفتنا يا اخ محمد، والله يمكن نفسنا صار وهو موجود، لكن الاقدار لا نعلم اين ذهب. ندري من الذي قال له وكلمه ان انتم يعني اتجوا له، الله اعلم ما هو الذي فكر في نفسه وراح له. ايش اقول لك، انا خاجل من امه ما يقول لها. مشاهدينا الكرام، حتى ابو العز ما قصر، كان قد اشترى شلوا الملابس قصتهم يقابل يا صاحبي. هذه الملابس خذها. وهذا الشالها، وهذا الثوب قلنا يلبس يتشيك، فعلوا خير. من انتهنا ولا؟ الله يبارك لك الجميع. اشكرك اكرمك الجميع ان شاء الله. هكذا مشيئة الله. مشاهدينا الكرام، المهم انه اكثر واحد اتصلوا بي ناس اكثر من 40 واحد، ويقولوا لي يا اخ محمد هذا موجود الحيدري. قلت لهم يا خلق الله اهدؤوا شويه، لا تبلغوش، اي خاف سيهرب، اي يختفي، اي كذا، واحنا نشي نسلم لامه، يسلم على امه ويجلس يشتغل. ما اردش الله من كثر التواصل، من كثر الاهتمام، بلغوه. اختفى اليوم، يختفي وارجع مغرب، امد ما نرجع لنا. بس اخر شيء مشاهدينا الكرام، انقل الخبر الحزين لهذه الام داخل الباص، واقول لها يا امي انا اسف. اسكي يا اخي عمد دحين اقول لك يا عمه مش خبر ما بحدوه. الحمد لله الله يهديه. ليش يا رضوان هربت علي واني احبك واني امك وعيالك واخوتك مريعين لك يتامى، واني قهتنتوا من علشانك يا رضوان، قهتنتوا من زمان. ابوك كان يصيح فوقي علشانك وانت تفلتني. الله المستعان عليك. الله يهديك، الله يهديك ويردك علي ما ردي يوسف لابوه ان شاء الله. يدي لك الخير والعافيه، انت مستور الله يستر عليك. الا كان اشتني القيك وهرب لك سهل. حلت الله عندك. الله يدي لكم العافيه والعافيه منك يا محمد المحمدي انت واصحابك. الله يهدي وانت الله يا عم بالهدايه، لانه الناس خوفوه من كثر ما اتصلوا بي، جننوا. لو ما خوفوه دعي لي بالهدايه ان الله يرده. الله يهديه ويرده علي ان شاء الله على خير وسلامه. غدوه ولا بعده ولا متى ما ايجا وين ما جاش الا قشيني خابري قبل ما لا يمت ولا مات ما لقيتوش. قشيني كلمه علشان لا بموت ولا شيء ولا له الموت على كل رقبه. الله يهديك يا رضوان، الله يهديك ويردك علي ان شاء الله، وذي قسحرك الله يجعله مسحور ان شاء الله. الله يدي لك العافيه محمد المحمدي ويصلح اولادك وينجيك من كل شر، يسعد ايامك. جزاك الله خير والف خير انت واصحابك.